حبايب قلب ام امل، ازيكم؟ اما احكي لكم بقى حكايه من الحكاوي اللي بتدور حوالينا الجديده، او هي مش جديده حبايبي. هو ليه كل واحد يتدخل في حياه الناس؟ يعني واحده مثلا تروح رافعه تليفون وقايله لواحده قريبتها، واحده صاحبتها، ازيك عامله ايه؟ تقول لها كويسه الحمد لله. يا اختي جوزك قبض الشهر ده وقبض كام ولا ما قبضش كام؟ انت مالك تدخلي جوزها قبض كام ليه؟ وعيالك تلاقيهم شاطرين في المدرسه والحضانه، اكيد مدخلهم مدارس بالشيء الفلاني. ولا النيش بتاعك اللي انت رصاه. طب قسما بالله انا حكايه النيش دي حكايه واحده اعرفها قريبه مني، وتروح قافله التليفون من ناحيه، النيش لوحده بقدره قادر يروح نازل متكسر بالحاجات اللي فيه بالاف. ليه ما تصلوش على النبي؟ ربنا زمان دايما بنقول بسم الله الرحمن الرحيم لما نكلم حد ولا ندخل بيتي، اللهم صل على النبي، اذكر الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحبها. ليه كده الناس بقت عينيكم وحشه وبقت دبينها على طول كده في حياه بعضكم؟ ليه؟ تاني حاجة بعد الحسد استكتار النعمة على صاحبه. خافوا على نفسكم من ربنا، لأن الحاسد والحاقد في النار. خافوا على نفسكم، شيلوا عينيكم من حياة بعضيكم، خلي كل واحد في حالي. اغفروا ربني وارجعوا كده مع نفسكم وما تبصوش في حاجة بعضيكم. خلي ربنا يبارك ليكم ويبارك للناس. كل دي ذنوب بتشيلوها على قلوبكم. حب الخير لغيرك يجيلك. حب الخير لغيرك، عشان ربنا لما بتدعي دعوه لحد يقول لك وانت كمان، تدعي دعوه وحشه يقول لك وانت كمان كمثله. ودايما والله نصيحه عن تجربه، اتقوا الشر من احسنت اليه. الايد اللي هتتمدها ليه والله بيعضوها. اقرب ناس، اكتر ناس، معارف ناس، هم اللي يعضوا ايدك بعد ما بتمدها لهم. يا ريت نراجع نفسنا، احنا في غفله. يا ريت نراجع نفسنا وكل واحد يبقى في حاله، ما حدش يبص في حياه حد. ودعوه حلوه لام امل ولكم بالمثل.